السلام عليكم يا حبايب قلبي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة كل ست بيت بتحبها، ازاي نخلي المطبخ في النهاية شكله مرتب وشيك ومريح للعين وكأنه مطبخ جديد حتى لو الإمكانيات بسيطة. وازاي يطلع مطبخك حلو في النهاية. النهاردة هنتكلم عن أسرار ترتيب وتنظيم المطبخ بشكل يجنن. فكتير مننا بيبدأ يرتب المطبخ وبعد يومين يرجع الزحام تاني، والسبب إننا بنرتب الشكل بس لكن مش بنرتب بطريقة عملية. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نختار مكان لكل حاجة، وإزاي نستغل المساحة الصغيرة، وإزاي نخلي الرخامة والدواليب شكلها راقي والمطبخ يفضل منظم لأطول وقت. خليكي بقى معايا للآخر لأن آخر خطوة هي اللي هتفرق جدا في شكل المطبخ. أول حاجة لازم نعملها نقيم المطبخ قبل الترتيب. فقبل ما نبدأ لازم نبص على المطبخ كأننا أول مرة نشوفه. بنقسم المطبخ ل3 مناطق: منطقة للطبخ، ومنطقة للتحضير، ومنطقة للتخزين. وأهم حاجة إن انتي تطلعي كل الحاجات الموجودة، سواء كانت أواني، علب، أجهزة، توابل، أدوات. ونبتدي بقى نسأل نفسنا، هل كل حاجة بنستخدمها؟ وهل ليها مكان؟ وهل بتاخد مساحة بدون فايدة؟ فأي حاجة مش بنستخدمها كتير هنحطها في مكان بعيد، أما الحاجات اليومية تكون في متناول إيدينا. نيجي بقى لترتيب الرخامة والكونتر. الرخامة هي واجهة المطبخ، فياريت نسيب عليها بس الحاجات اليومية ونحط عليها جهاز أو 2 حسب الاستخدام، وطبعا لمسات بسيطة كده من الديكور. وبنستخدم صواني أو منظمات بنجمع الأشياء بدل ما تكون متبعترة ومتفرقة، زي مثلا صينية صغيرة ممكن نحط عليها الزيت والبهارات اللي احنا بنستخدمها يوميا، ونحط منظم بجانب البوتاجاز للمعالق وأدوات الطبخ. فكل ما كانت الرخامة فاضية أكتر المطبخ بيبان أوسع وأنظف. نيجي بقى لتنظيم الدواليب. نبدأ بالدولاب الأكبر، بنرتب حسب الاستخدام. فنحط بقى الأطباق اليومية في مستوى العين، والحاجات التقيلة تحت، والحاجات اللي بنستخدمها قليل نحطها فوق. وحاولي تستخدمي فواصل للأطباق والسلال الصغيرة والعلب الشفافة. وحاولي تخلي كل مجموعة مع بعض، حط الأكواب مع بعض، الأطباق مع بعض، وأدوات التقديم مع بعض. ياريت البنات الصغيرة اللي بتسمعني اللي داخلة على جواز أو مخطوبين يهتموا بالتفاصيل دي، لأن الحاجات دي هتنفعهم جدا، وعايزاهم ينشغلوا بنظافة المطبخ وترتيب المطبخ، لأن الحاجات دي بتشغل الوقت وبتخليكي تفكري في مستقبلك أفضل وأحسن.
بعد كده بقى، بعد ما نظمنا أكبر دولاب، هنروح بقى لتنظيم الأدراج. فالدرج المنظم بيوفر وقت كبير. بنقسم الأدراج: درج للمعالق والشوك، ودرج لأدوات الطبخ، ودرج للأكياس والمناديل. وبدل ما كل مرة بندور على الحاجة، لا، بنلاقيها بكل سهولة، وكل حاجة بتكون في مكانها. نيجي بقى لحاجة الناس مش بتهتم بيها كتير، هو ترتيب التلاجة. فالتلاجة جزء مهم من شكل المطبخ. فالخضار لازم يكون ليه مكان، واللحوم بنحطها في علب، والأطعمة المفتوحة في علب محكمة. ودايما نمسح الرفوف ونرتب المنتجات بحيث كل شيء يكون واضح. وأول ما بتشتري الخضار واللحوم والمنتجات لازم تشتريها من الأكياس وترتبيها على طول في التلاجة. ما تسيبيش الحاجة برا عشان ما تنسيهاش وتبوظ. والحاجة بقت غالية ولازم نحافظ على أقل الحاجات. وفي بقى لمسات بتخلي المطبخ فخم. الجمال مش بكتر الأشياء، فالجمال في لمسات بسيطة. يعني ممكن نحط فوطة مطبخ بلون هادي، علبة مناديل مرتبة، نبات صغير لو المكان بيسمح، والعلب تكون متناسقة وموحدة. ودايما الألوان الهادية زي الأبيض والبيجات، ده بيدي إحساس بالنظافة والفخامة. وفي بقى أخطاء بتخلي المطبخ شكله زحمة. يعني مثلا بنملى الرخامة حاجات كتير، ومش بنشتري منظمات قبل ما نعرف قبل ما ننظم. وممكن نشتري منظمات واحنا مش عارفين هنستخدمها في ايه. وممكن نخزن حاجات مش بنستخدمها. وكمان ممكن نخلط الأدوات كلها مع بعضها في ضرفة أو في درج. كل ده أخطاء لازم نتجنبها، لأن هي بتسبب لنا ربكة وزحمة في المطبخ. فركن التوابل من أكتر الأماكن اللي بتعمل زحمة في المطبخ. فبنطلع كل البرطمانات ونشوف ايه اللي لسه صالح، وايه اللي خلص، وايه اللي مش بنستخدمه. وبنحط التوابل اليومية قريبة من البوتاجاز، ملح، فلفل، كمون، بهارات أساسية. أما التوابل اللي بنستخدمها على فترات بنحطها في مكان منفصل. ويفضل استخدام برطمانات متشابهة، لأن الشكل الموحد بيدي إحساس بالنظام والفخامة. ونحاول نكتب أسماء التوابل على العلب عشان ما نضيعش وقت في البحث، ونكتب عليها كمان مدة الصلاحية بتاعتها عشان نبقى عارفين اللي خلص واللي ما خلصش. وفي منطقة كده دايما مهملة لازم نهتم بيها، هو منطقة الحوض والمنطقة اللي حواليه. فمنطقة الحوض لازم تكون دايما مرتبة، لأن هي أكتر مكان بيظهر فيه الفوضى. وخلي بقى جنبه حامل إسفنجة مرتب، وفوطة نظيفة، وإزازة صابون بشكل أنيق.
بعد ما بنغسل الأطباق مش بنسيب الحاجات متراكمة، وبنمسح الحوض في نهاية اليوم، لأن الحوض النظيف بيخلي المطبخ كله نظيف. نظمي بقى الأجهزة الكهربائية، فالأجهزة الكتيرة على الرخامة بتخلي المطبخ زحمة. فبنسأل هل نستخدم الجهاز ده يوميا؟ فالأجهزة اليومية بتبقى أمامنا زي الغلاية، مكنة القهوة، أو أي شيء بنستخدمه باستمرار. أما الأجهزة الموسمية، الخلاط، العجان، أدوات المناسبات، بنحفظها داخل الدواليب. فكل ما قل الزحام ظهر جمال المطبخ. وطبعا استغلال المساحات الصغيرة دي حاجة مهمة جدا. فحتى المطبخ الصغير ممكن يكون جميل ويطلع بأبهى صورة. ان احنا بنستغل جوانب الدواليب، الأماكن فوق التلاجة، الأرفف الداخلية، وبنستخدم سلال صغيرة عشان نجمع الأشياء، وبنقسم المساحة بدل تكديس الأشياء فوق بعضها. من أهم الحاجات اللي بتخلي المطبخ يظهر جميل، التنظيف العميق بيدي شكل جديد. فقبل الترتيب النهائي نعمل تنظيف شامل، نمشي خطوة خطوة، ننظف الأبواب، الدواليب، ونمسح المقابض، وننظف الأجهزة، ونلمع الرخامة. ركز على الأماكن اللي هي مش بنشوفها كل يوم، زي فوق الدواليب وخلف الأجهزة وزوايا الأدراج. التفاصيل الصغيرة دي بتخلي المطبخ يبدو كأنه جديد. السؤال هنا بقى ازاي تخلي المطبخ مريح يوميا؟ السر ليس ان ننظف كل يوم، السر في العادات الصغيرة. فبعد الطبخ بنرجع كل شيء مكانه، بننظف الرخامة ونمسحها ونغسل الأشياء الأساسية. ف5 دقايق كل يوم بتوفر ساعات من التنظيف. السؤال هنا بقى ازاي نرتب المطبخ بشكل راقي بميزانية بسيطة؟ فمش لازم نشتري حاجات كتير، ممكن نغير شكل المطبخ بعلب مرتبة، والسلال الاقتصادية، والفوط اللي بألوان متناسقة، وده بيديني شكل حلو جدا، وطبعا التنظيم بيبقى أفضل. الترتيب أهم من شراء أغلى الأشياء. وبعد كده بقى نقف ونشوف المطبخ بعد الترتيب، هل كل حاجة في مكانها؟ وهل الحركة سهلة؟ وهل الشكل مريح للعين؟ لو الإجابة أيوة يبقى وصلنا للنتيجة المطلوبة. وبكده احنا وصلنا لنهاية رحلتنا مع بعض في ترتيب وتنظيم المطبخ، وشفنا مع بعض ان جمال المطبخ مش بس في شكل الدواليب او مساحة المكان، لكن في الطريقة اللي بنستغل بيها كل ركن وكل درج وكل رف. فالمطبخ لما يكون مرتب بيغير احساس البيت كله، لان المطبخ هو المكان اللي فيه تفاصيل يومنا، فيه بنحضر الطعام بتاعنا،
وفي لمة الأسرة وفي ذكريات كتير. خلي دايما عندك قاعدة، كل حاجة ليها مكان وكل مكان ليه حاجته. ما تسيبيش الأشياء تتراكم، لأن الزحمة تبدأ بحاجة صغيرة وبعدها فجأة بتلاقي نفسك مش عارفة تبدأي منين. فلو مطبخك صغير ما تفتكريش إن الحل إنك تشتري حاجات كتيرة، بالعكس أحيانا إزالة الأشياء من الأماكن وترتيب الموجود بيخلي المكان يبان أكبر وأجمل. فركزي بس على الأشياء اللي بتستخدميها فعلا، وخلي الأدوات اليومية قريبة من إيدك، والحاجات اللي مش بتتكرر حطيها في مكان بعيد. وخلي بالك إن النظام مش معناه إن المطبخ يفضل مثالي طول الوقت. الطبيعي إن المطبخ يتلخبط لأننا بنستخدمه كل يوم، لكن الفرق إنك تعرفي ترجعيه بسهولة. فاعملي روتين بسيط: بعد الطبخ رتبي المكان، بعد الأكل رجعي الأدوات، قبل النوم خدي دقايق قليلة للمسح والترتيب. الدقايق الصغيرة دي هتوفر عليكي تعب كبير. ودايما ما ننساش اللمسات اللي بتخلي المكان ليه روح: فوطة نظيفة، ريحة حلوة، ترتيب جميل للبرطمانات، مساحة نظيفة على الرخامة. ومش لازم مطبخك يكون غالي عشان يكون شكله راقي، لكن الجمال الحقيقي بيظهر في النظافة والنظام والاختيارات البسيطة. وفي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو ساعدكم وأخدتي منه أفكار تقدري تطبقيها في مطبخك. واكتبي لي في التعليقات إيه أكتر خطوة عجبتك، وإيه أكتر مكان في المطبخ محتاج ترتيب عندك. ولو حبيتي الأفكار دي ما تنسيش تدعمي القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد بفكرة جديدة، وربنا يجعل بيتكم دايما مليانة راحة ودفء وتنظيم. شكرا على حسن المتابعة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.